مساء الفل عليكم. زملكاويه كتير فرحانين بالمكسب وكمان بهدف شيكابالا وبيحتفلوا بالموضوع على كل المنصات. بصراحة فكرت اني اعمل زيهم عشان محدش يزعل، بس معرفتش يا عزيزي افرح بالمكسب ولا مودي يتغير زي سعادتك بهدف شيكابالا. ومش عارفة المشكلة عندي ولا عند الناس اللي مبسوطة. بس تعالى يا عزيزي احاول اوصلك ليه انا مش مبسوطة بشكل مبسط. حضرتك عارف الزمالك النهاردة في المركز الكام؟ طب عارف ان الزمالك دي هتكون السنة الثالثة اللي يشارك فيها في الكونفدرالية، في حين ان نهضة بركان الفريق اللي انت اخدت منه الكونفدرالية السنة اللي فاتت النهاردة بيلعب النهائي مع سيمبا وتوج بالبطولة. تعرف كمان ان نهضة بركان متصدر الدوري المغربي وهيشارك في دوري الابطال السنة اللي جاية. تعرف ان بيراميدز اللي تاريخه لا يعادل 1/10 من تاريخك هيلعب كمان كام يوم النهائي، واحتمال يحصد بطولة انت نفسك تتوج بيها من اكتر من 22 سنة، ونفسك تشارك فيها من 3 سنين، وقعدت قبلها سنتين ما بتتخطاش دوري المجموعات. عارف سيادتك ان الزمالك العظيم بعيد عن المنافسة على درع الدوري، وبيراميدز والاهلي بقوا بيستخدموك كعسكري شطرنج يحاربوا بيك بعض. ايه رأيك ايها الزملكاوي السعيد في المنظر ده؟ هل ده الزمالك؟ اعذرني يا عزيزي اني مقهورة على الزمالك العظيم اللي تم تدميره بنجاح من مجالس ادارته ومن بعض الجماهير اللي ارتضت ان الكيان يتدمر لمجرد دفاع عن اشخاص. اعذرني يا عزيزي اني بطمع ان الزمالك يمتلك سكواد قوي ينافس بيه على كل البطولات. اعذرني اني رافضة اني اكون في المركز الثالث وعايزة اشوف الزمالك بطل لكل بطولة بيشارك فيها. اعذرني اني مش هعرف ادعم لعيبه حرام انها تعدي من قدام بوابه نادي الزمالك مش تلبس تيشيرت النادي، وبهاجمهم وهفضل اهاجمهم. اعذرني لاني للاسف مش عارفه ابقى منافقه واقول ان شلبي احسن من شرقي، ودونجا احسن من امام، والجزيري احسن من وسام. اعذرني اني بحب الزمالك بطريقتي مش بطريقتك. واخيرا انا مش سعيده بانتصار امبارح، ولا هحتفل بجون شيكابالا، ولا هقيم الافراح واعلق 1000 لمبه لمجرد اني هشارك في البطوله الاضعف في افريقيا. تقول له الزمالك بيغرق، يقول لك شيكابالا غير لي مودي. تقول له الزمالك غرق، يقول لك جول شيكابالا بالدنيا. الاهلي عداك هو بيراميدز وبقى بينك وبينه مسافات وسنين ضوئيه. لا بس شيكابالا كسر زي ما بيكسر، وقال لها روحي فراحت، وقال لها استجيبي فاستجابت. الله اكبر عليك. سنه تاني بالمبدأ ده وهننزل مظاليم وهنجيب ظروفها، ولما نقفل النادي برضه بسيطة، وبقول علينا احنا كمقدمين محتوى اللي خربناها وقعدنا على تلها. احنا اللي بنطالب الناس تشتغل وعايزين نفرح بالبطولات وندخل دايرة المنافسة اللي خربناها، لكن انت اللي عاجبك الوضع الحالي ومنتعش بيه اللي هتعمرها. وعلى فكرة بقى، اللي مفرحش بجول شيكابالا وبوضع الزمالك الحالي ده اكيد متزملك. ربنا يكتر من امثالك عشان نلحق الترسانة والترام ومنتخب السويس والمنصورة. الأهلي بيستعد للإعلان عن مديره الفني الجديد بعد مباراة فاركو مباشرة، وبكده نقدر نقول إن من بعد مباراة فاركو اللي جاية الأهلي هيبدأ يعلن عن صفقاته الجديدة اللي هتلعب كأس العالم للأندية، وهيتبقى صفقة وحيدة كلنا عارفين إمتى هيتم الإعلان عنها. كابتن محمود الخطيب كمان بيستعد لعقد جلسة مع المدير الفني الجديد للنادي الأهلي عشان يعرف موقفه من استمرار بعض نجوم الفريق في الفترة اللي جاية، واللي كان تم الاستقرار على رحيلهم في نهاية الموسم. أمثال رضا سليم اللي الأهلي رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير اللي فات، وكذلك كريستو اللي الأهلي أعاره للصفاقسي التونسي، والصفاقسي مش حابب يجدد إعارة اللاعب، والأهلي كمان ضد فكرة بقائه، واللاعب كمان بيطالب ببيعه بشكل نهائي وعدم استمراره. في كمان محمد عبد الله اللاعب الشاب اللي هيبقى من الصعب جدا انه يحصل على فرصة للمشاركة في الموسم اللي جاي، في وقت فيه الأهلي ضم كل الوينجات اللي في القارة. وخالد عبد الفتاح كمان اللي اكتشف مسؤولي الأهلي انه لاعب كرة ماء، وكذلك كريم ندفد اللي أصبح خارج حسابات أي مدير فني في الفترة الأخيرة. الأهلي كمان وبشكل نهائي أنهى الكلام مع رامي ربيعة وقفل تماما باب القصة دي، وربيعة أصبح خارج الجزيرة من بعد مباراة فاركو. ربيعة بالمناسبة لحد اللحظة دي ما وقعش للعين الإماراتي، لكنه أنهى كل التفاصيل الخاصة بالماديات. والحقيقة وعشان أكون واقعية أنا حسيت إن ربيعة مستحيل ممكن يكمل مع الأهلي من وقت ما خرج والده وأدلى بتصريحاته الشهيرة. وخليني أقولك إن المقابل المادي اللي عرضه الأهلي على ربيعة بعيد تماما عن المقابل المادي اللي هيتقاضاه في العين الإماراتي. وزي ما قلتلك قبل كده، مفيش لاعب النهاردة ممكن تضمن انتمائه غير لما تراضيه ماديا، حتى وإن كان هو أحد أبناء ناديك.
الاهلي كمان بينهي الاتفاق بشكل نهائي وخلص مع اللاعب محمد شكري لاعب سيراميكا الحالي ولاعب الاهلي السابق ولاعب الاهلي المستقبلي. خلص ازاي مع شكري وشكري اساسا لاعب في سيراميكا؟ شكري يا عزيزي كان مشترط بند في عقده مع سيراميكا ان الاهلي يمكنه استعادته بشرط انه يدفع 10 مليون جنيه. ايوه 10 مليون جنيه بس في لاعب هيحل مشكلة الباك ليفت وهيكون بمثابة اسبرينا للصداع اللي في راس مسؤولي الاهلي ومديرهم الفني السابق كولر والحالي عماد النحاس والاسباني خوسيه ريفيرو. ايوه 10 مليون جنيه بس هما اللي انقذوا موقف الاهلي وحلوا ازمة الباك ليفت. وبالمناسبة شكري طلع تأشيرة امريكا وهيكون لاعب للنادي الاهلي في بطولة كاس العالم للأندية. وبكده هنغلق تماما الباب على قصة مركز الباك ليفت لأن شكري لاعب كبير ومؤكد هيكون إضافة كبيرة للأهلي سواء في الموسم الجديد أو في منافسات كاس العالم للأندية. لكن خليني أقولك إن لا صوت يعلو في الجزيرة الآن عن مباراة فاركو يوم الأربعاء والنحاس بيستعد للمباراة دي بشكل قوي جدا وهدفه يفنش مهمته مع الأهلي على أكمل وجه. النحاس اجتمع مع كريم الدبيس ويحيى عطية الله بعد عودتهم من الإصابة وكلمهم عن أهمية لقاء فاركو وإن أي حد فيهم هتجيله الفرصة يشارك لازم يظهر بشكل جيد ويساهم في فوز الأهلي بنقاط اللقاء. النحاس كمان عقد جلسة مع الفلسطيني وسام أبو علي وأشاد بيه وبمستواه في المباريات الأخيرة. وبالمناسبة بنسبة كبيرة وسام هيشارك بشكل أساسي في مباراة فاركو اللي جاية. وبالمناسبة يمكن يكون في أكتر من سيناريو لمباريات الجولة الأخيرة اللي هيتحدد من خلالها ملامح بطل الدوري ومؤكد في مفاجآت كتير ممكن تحصل. لكن الأكيد إن الأهلي إذا فاز بأي نتيجة هيتوج بطل الدوري دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا. أما إذا حصل والأهلي تعثر بتعادل وبيراميدز تغلب على سيراميكا بأي نتيجة أقل من 6-0 7-1 8-2 الأهلي برضه هيتوج بطل للدوري. بيراميدز عشان يتوج بطل للدوري المصري قدامه فرصتين. الفرصة الأولى هي إن الأهلي يتعادل وبيراميدز يكسب سيراميكا بفارق 6 أهداف وده شيء طبعا مستحيل. الفرصة الثانية وهي إن الأهلي يتلقى هزيمة من فاركو وبيراميدز يفوز على سيراميكا بأي نتيجة. دول كانوا الحالتين اللي بيراميدز من خلالهم ممكن يكون بطل للدوري. لكن فوز الأهلي بأي نتيجة أو تعادله وعدم فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف على سيراميكا الأهلي هنا هيكون هو بطل الدوري بشكل رسمي. قلت لك من أيام إن لجنة التخطيط في الزمالك داخلة بتقلها في صفقة عادل بولبينا والزمالك بالفعل كان هو النادي الأقرب للتعاقد مع اللاعب. لكن فضلنا نتأنى ونستنى ونتمنى كالعادة ونفاصل ونتواصل لحد ما النهاردة أصبح عادل بولبينا محط أنظار 4 فرق أوروبية كل فريق فيهم لو عطس بس هيخرجك بره الصفقة تماما. ال4 أندية دول هم ريال بيتيس الأسباني وأياكس أمستردام الهولندي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وستراسنبورغ الفرنسي. وطبعا الناس مهتمة واللي زي دول لا بيتأنوا ولا بيستنوا ولا بيتمنوا. الناس دي بتدخل تخلص وتضم على طول. وبالمناسبة عايزة أقولك إن بولبينا هو هداف الدوري الجزائري برصيد 18 هدف في 24 مباراة. لاعب ممتاز ويدوبك عنده 22 سنة. ده بقى اللي أنا بتكلم فيه. انت كان حجتك الفلوس دخلت لك 10 مليون دولار انعاشوا خزينة النادي. نبدأ بقى نتحرك ونتعاقد مع صفقات قوية تطمن جماهيرك؟ لا طبعا. نعمل ده ليه لما ممكن نتفاوض ونتفرج ونتأنى ونستنى ونتمنى لحد ما الصفقة السوبر تضيع ونبقى مضطرين بعدها اننا نخلص في صفقات مجهولة من عينة مشلاك ونقول والله ده الموجود وده اللي لقينا متاح. جدد نادي بيراميدز طلبوا من تاني بتأجيل مباراته مع سيراميكا اللي هتكون يوم 28 مايو قبل 3 أيام بس من مباراة العودة لنهائي دوري الأبطال أمام سان داونز. والرابطة رفضت برضو من تاني طلب بيراميدز وقالت إن في 6 أسباب تمنعهم من الموافقة على تأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا. أولهم هو إن فترة التوقف الدولي هتبدأ يوم 2 يونيو القادم واللي هتكون بعد مباراة نهائي أفريقيا بيوم. وطبعا مستحيل الجولة الأخيرة للدوري تقام في فترة التوقف الدولي لأن مفيش أي نادي ممكن يوافق على اللعب بدون لاعبيه الدوليين. نمرة 2 النادي الأهلي هيلعب مباراة فاركو وهيطير لأمريكا ومش من المنطق إن بيراميدز يلعب مباراته ضد سيراميكا في وقت مختلف عن وقت مباراة الأهلي وفاركو. نمرة 3 وهي إن في صراع في المربع الذهبي ما بين سيراميكا والمصري والبنك الأهلي على المركز الرابع. وبطبيعة الحال وبما إن الزمالك وبيراميدز هما اللي وصلوا لنهائي الكاس ومؤكد حد فيهم اللي هيحصد اللقب وبما إن الزمالك كمان ضمن المركز الثالث يبقى الأكيد إن صاحب المركز الرابع هو اللي هيشارك في الكونفدرالية.
نمرة 4 إن الرابطة وضعت خطة لانتهاء الموسم قبل 30 مايو، والرابطة رافضة تماما أي تخبط ينتج عنه تأخير انتهاء البطولة قبل 30 مايو. نمرة 5 أكدت الرابطة على أن جميع الأندية اتفقوا على عدم تأجيل الجولة الأخيرة للدوري. نمرة 6 وهي إن الرابطة استشهدت بموسم 2022-2023 وقالت إن الرابطة وقتها رفضت طلب الأهلي بتأجيل مباراته مع المقاولين يوم 7 مارس بسبب مباراته المصيرية أمام صن داونز، والرابطة وقتها رفضت طلب الأهلي. وبكده أقدر أقولك إن بنسبة كبيرة جدا الجولة الأخيرة من الدوري هتكون في ميعادها، وطلب بيراميدز مرفوض. يمكن يكون الوقت مضغوط وربما تكون الأندية والرابطة معاهم حق، لكن الأكيد إن ده فيه ظلم كبير لبيراميدز، وبنسبة كبيرة هيخليه يقع في مباراة من الاتنين. وبالمناسبة بيراميدز ممكن يقع في الماتشين أساسا بسبب عدم تركيز لاعيبته بشكل كبير في كل بطولة بشكل منفرد. الله يكون في عون المدير الفني لبيراميدز. أنا بشفق على الراجل ده. الراجل معاه سيراميكا اللي بينافس على المركز الرابع واللي الفوز يهمه جدا في المباراة دي، وبعدها معاه نهائي أفريقيا، وبعدها ب4 أيام معاه نهائي كاس مصر. لكن بعيدا بقى عن فكرة التأجيل، أنا بشوف إن المفروض المدير الفني بيراميدز يتعامل مع الأمر على إنه أمر واقع، ويبدأ من دلوقتي يبحث عن حلول. يمكن ما تكونش الحلول دي جذرية، لكن نوعا ما هتكون حلول منطقية. من رأيي إنه ما يلعبش مباراة سيراميكا بنفس التشكيل اللي هيخوض بيه مباراة صن داونز، ويبقي على 3-4 لاعبين من لاعيبته اللي هتخوض مباراة صن داونز على دكة البدلاء. الدنيا مشيت كويسة يبقى رائع، ومفيش داعي يشارك حد فيهم أو يشاركهم ويريح اللي في الملعب. الدنيا بقى ما مشيتش كويسة يبقى يدفع باللي موجود على الدكة وربنا يستر في لقاء صن داونز. لكن فكرة إنه يطارد عصفورين بالتشكيل الأساسي فكرة أعتقد هتخليه يفقد عصفور منهم وربما يفقد العصفورين. من رأيي إنه لازم يقدم تنازلات، وأنا بشوف إن سكواد بيراميدز ممكن قوي يخليك تقدر تدفع بلاعب بديل وما يفرقش كتير عن مستوى اللاعب الأساسي. تاني، الله يعين المدير الفني لبيراميدز، وبتمنى ان بيراميدز يقدر يتوج بدوري ابطال افريقيا. عموما الكلام لسه ما خلصش، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.